ده ملخص سريع للدرسين الاولانيين يعتبر، او الدرس التاني خالص. وده او الدرس الاول والتاني كمان، الدرس الاول والتاني ده ملخص سريع ليه. السرعه بتساوي المسافه على الزمن اهي، والسرعه عند نقطه معينه بتساوي دلتا في على دلتا زين، والعجله بتساوي عفوا، هي السرعه هنا ناقص السرعه الابتدائيه على الزمن، او دلتا عين على زين. طيب الرسومات البيانيه دي ايه اللي انت عاملها دي يا باشمهندس؟ اقول لك. عارف الفي على زين دي معناها ايه؟ كده انا حاطط مسافه ثابته، والمسافه الثابته معناها ان السرعه بتساوي صفر. طب تمام. طيب وهنا وهنا الرسمه دي لما ايه ده، انت ليه حطيت الخط ما بين حطيت الخط مطابق على على اللاين بتاع الزمن؟ هقول لك برضه عشان خاطر اقول لك برضه ان السرعه بيساوي صفر. ليه؟ ما هو بدأ من نقطه الاصل اهو يا عمي، ورحت ماشي بيه. تمام تمام. كده معناه ان الخط المستقيم تبع السرعه مطابق للخط بتاع الزمن، عشان اقول لك ان السرعه بتساوي صفر. طيب ممكن برضو ارسم لك رسمه دلوقتي زي ما انا رسمتها لك دلوقتي اهو ادي دي من المسافه والزمن، وعملت لك دي معناها ايه؟ هتقول لي اه دي بتاعت السرعه المنتظمه عادي. وبرضو اقول لك ان العجله بتساوي صفر بيها، واقول لك ان السرعه النهائيه بتساوي السرعه الابتدائيه منها العجله بتساوي صفر. قلت لي اه ايه التربيطه الجامده دي؟ ما هي فعلا تربيطه جامده. ممكن ارسم لك نفس الرسمه بس اغير لك السرعه، واحط لك الزمن اهي، واعمل لك دي. كده معناها انا ثبت السرعه. بمرور الزمن السرعه ثابته، والسرعه ثابته يعني منتظمه، يعني العجله بتساوي صفر برضو. طيب ايه الرسمه دي؟ فاكر الرسمه دي؟ اه دي بتاعت السرعه غير منتظمه. ما دام هي سرعه غير منتظمه يبقى لها عجله، يبقى السرعه النهائيه ما بتساويش السرعه الابتدائيه. ركز والله الحاجات ديت من ذهب، والله العظيم المعلومات دي من ذهب من ذهب. طيب وادي اهي دي نفس الكلام، دي نفس الكلام بقى. بص يعني دي يعتبر ان كان في مطبات، راح مشوار وفي مطب راح مبطئ السرعه ومش عارف ايه وماشي تاني. دي معناها برضه سرعه غير منتظمه، برضه سرعه نهائيه لا تساوي السرعه الابتدائيه، معناها ان لها عجله. طيب انا لو سبت لك السرعه مع الزمن ورحت مزود عامل الحركه دي، معناها ايه؟ معناها انا ماشي بعجله منتظمه، انا ماشي بعجله منتظمه. طيب يعني عجله منتظمه يعني بغير في السرعه بمقدار مساوي في ازمنه متساويه. وانا بادئ كده معناها ان السرعه النهائيه بتساوي صفر، والسرعه الابتدائيه لا من نهايه ما لا نهايه، فمعناها نطبق العجله عادي. ودي سرعه غير منتظمه برضو. هي نفس الكلام، بس هنا بادئ عامل السرعه النهائيه بتساوي صفر، ما دي السرعه النهائيه، وده النقطه اللي هو بدأ بيها. طب اعرف ان هو ده النقطه اللي بدأ بيها يا عمي؟ النقطه اللي بيبدأ بيها النقطه اللي بيعدي الخط من عند عين. يعني لو عديت من النقطه هنا اه انا بدأت من النقطه دي، لو عديت من النقطه هنا بدأت من النقطه دي، عديت من النقطه بدأت من النقطة. طب انا مش بدأت من النقطه دي ليه؟ لا انت مش بدأت من النقطه دي، انت كده عملت مرور الزمن. دي مش نقطه الاصل بتساوي صفر وصفر، صفر وصفر. اه هي دي نقطه البدايه، فاهمني؟ تمام. طيب هنا بقى من دي، انا لما اجي اعمل لك الرسمه دي وراح اعمل لك خط طالع لفوق واعمل لك الخط هنا، دي معناها ايه؟ معناها اقول لك ان انا ماشي بسرعه منتظمه، فكده اطلع طردي. طب لما اثبت، لما اقول لك توقف عن الحركه، لما اقول لك دي كده يعتبر دي كده السرعه هنا بتساوي صفر، وهنا السرعه هنا منتظمه عادي، وهنا العجله بتاعت دي بتساوي صفر. عجله النقطه ديت العجله هنا بتساوي صفر، وهنا السرعه هنا بتساوي صفر. هنا العجله هنا لها قيمه، وهنا السرعه هنا لها قيمه. طيب عند هنا بقى، هنا بالسرعه بقى، هنا بالسرعه اعمل انا ايه؟ ما انا بقول لك في علاقه بين الزمن والسرعه، دي كده لها علاقه بالعجله. ممكن اقول لك ان هو اتحرك بعجله منتظمه، ادي كده عجله ليها نقطه كده، العين السرعه التانية لا تساوي السرعه الابتدائيه. طب انا ثبت، معناها كده انا عملت بسرعه منتظمه، اتحركت بسرعه منتظمه، حركت بسرعه منتظمه، العجله بتاعت دي بتساوي صفر. اقدر اقول برضو عين اتنين بتساوي عين واحد. تمام. انا اعمل لك الرسمه دي، معناها اقول لك انا اتحركت بسرعه منتظمه، يعني العجله بتساوي صفر، وعملت تناقص في السرعه. كده العجله تطلع لي بالسالب، الجيم هيطلع لي بالسالب. تمام. ادي تلخيص الرسومات البيانيه والعلاقات البيانيه بتاعت العجله وبتاعت المسافه، وعملت لك تربيطاتك وحركاتك وتكاتك. ادي كده مفيش ليك حاجه بقى، ولخصت لك الايه؟ الدرس.
اي درس اهو لخصتهولك. العجلة في كام صفحة؟ 1 2 3. والله يعني مش هتلاقي احسن من كده. وجبت لك الميل وقلت لك اللي زاويته اكبر سرعته اكبر وميله هيبقى اكبر، يعني حاجات يعني شايف والله العظيم. كده انا بديت بتالتة اعدادي من فين؟ بديت اعدادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفح في درسين. اما انت بقى تخترع لي يتعمل لك 40 صفحة في درسين اهو، وحلينا اسئلة ومية مية. استودعكم الله. يلا السلام عليكم. مش تنسى بقى اللايك والشير وبتاعتك وحركاتك وتكاتك. يلا.